السلام عليكم ورحمة الله حبايبي، وحشتوني جدا جدا جدا. النهارده نازله لكم بحاجه تقيله قوي 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 قوي. لون الشعر ده بجد جبار، تحفه، مع العلم ان الشعر تقيل جدا جدا ومدهن قوي، من النوع اللي هي فروتها دهنيه اصلا. بجد اللون بجد وهم هتشوفوه في النهايه. اللون حلو قوي، حلو جدا جدا جدا، واتوهمت بيه وحلو قوي وعجب. كان في ناس في المكان وكده، عجب كل اللي قاعدين في المكان. لون حلو جدا. هي ما كانتش متوقعه ان هو يطلع اللون ده اصلا، هي كانت عايزه لون تاني خالص، كانت عايزه تلجي. فانا قلت لها التلجي ما يمشيش مع بشره خمريه. اللون في النهايه انا هسيب لكم درجات الصبغه بالظبط اللي انا اشتغلت بيها في صندوق الوصف. اللون حلو قوي قوي قوي. مع العلم ان هي جايالي وشعرها فيه الوانات قديمه زي ما انتم شايفين كده، بس الشعر اسود زي ما انتم عارفين وباين قدامكم في الكاميرا. يمكن الكاميرا مش موضحه قوي الوضوح اللي هو الشديد، عشان كاميرا تليفوني بعافيه شويه. طبعا اللون انا بقرب اللون في ايدي وبوري لكم قد ايه اللون من جوه. اللون اسود بس زي ما انتم شايفين كده في الالوانات اللي هي على الشعر من فوق كده، اثار الصبغه القديمه. طبعا يا جماعه معلومه لاي حد اي حد عايز يصبغ لنفسه او يصبغ لحد. طبعا في ناس كتيره جدا ظروفها ما تسمحش ان هي تنزل كوافير، وناس كتيره جدا بتبقى حابه ان هي مثلا ما عندهاش وقت كافي ان هي تروح كوافيرات، عذرا بقى في اطفال، ظروف الحياه بالنسبه للفلوس، الله اعلم بقى. يعني في ناس كتيره بتستفاد من الشغل اللي بننزله على القناه ده، او بتتعلم مراحل الصبغه مثلا، او الدرجات او الالوان او الحاجات اللي زي كده. طبعا احنا بننزل الفيديوهات دي وبنحكي احنا اشتغلنا درجة ايه على ايه، ادتنا ايه، وبلاش نعمل ايه للاسود وبلاش نعمل ايه للاشقر والاحمر والحاجات دي كلها اتكلمت عنها قبل كده، وهتكلم عنها تاني في الفيديو ده. الفيديو ده حلو قوي وفي حاجات شرحها كتير وفي وضوح كتير. اللون حلو قوي قوي قوي. تابعوني للنهاية. اللي بتفرج علينا لأول مرة في القناة ما ينساش بقى الاشتراك، بننزل حاجات جميلة وبننزل حاجات حلوة. يا رب يكون المحتوى بتاعنا يكون حاجة كده يعني مهمة، ويكون اي حد بيستفاد منها. اللون اللي معايا زي ما انتم شايفين بقى، هنتكلم على الدرجات اللي عملناها. اللون اللي معايا اسود زي ما انتم شايفين كده بطبيعته، بس المشكله عندي في الشعر ده ان هو دهني جدا جدا جدا. طيب الشعر الدهن ده انا لو اشتغلت عليه صبغه مش هيديني اللون. طب ليه؟ عشان الدهان ده بيعمل عازل بين الصبغه وبين الشعر، بيبطئ لي الصبغه، ما بيخليليش الصبغه تاخد يعني تشتغل او مثلا تتفاعل مع الشعرايه بوقت سريع او وقت قياسي انا ببقى عايزاه او حاسباه. طيب ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل ان احنا بنغسل الشعر كويس جدا، خاصه لو تقيل بالشكل ده، لان الشعر ده تقيل بس مش عارفه باين في التصوير ولا لا. فطبعا لازم اغسله وانضفه جدا جدا الاول وانشفه وابدا اشتغل عليه. طب احنا اشتغلنا عليه ايه؟ شايفين الجمال بقى. اشتغلنا عليه ايه قبل ما افصل الكلام؟ اشتغلنا عليه اشتغلت بدرجة 1000. سحبنا اللون الاسود ورجعنا اشتغلنا. طبعا الدرجة اللي انا اشتغلت بيها 1000 اسمها ماكسيمم، والدرجة اللي انا اشتغلت بيها 9/3 ايجو. انا بحب ايجو جدا 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 جدا، عندي انواع كتيرة قوي 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 قوي، بس للاسف انا بحب ايجو وبعشق ايجو، لان ايجو بتديني صراحة يعني الحاجة اللي انا عايزاها بالظبط، ما بتعكسش معاه الوان. طبعا الجمال اللي انتوا شايفينه ده بقى، شايفين؟ والله يا جماعه والله ما شكرانيه في نفسي، بس انا كاميرا تليفوني ظلماني بجد. يعني انا نفسي ان انا اجيب تليفون احسن من كده، بس الظروف صراحه عشان ابين الجمال بتاع الشعر بيبقى في ايدي عامل ازاي. شايفين الطراوه؟ سيبكوا بقى من اللون، في شعر بيتصبغ مرتين ويبقى بالجمال ده والطراوه والجمال ده. شايفين الاطراف؟ حتى الاطراف طريه، الشعره مش مقصفه، الشعره مش ناشفه، الشعره مش هايشه، الشعره مش محروقه، الشعره جميله قوي، الشعره طريه وفيها فوليوم كده وفيها طراوه وخفيفه. الشعره مديه لون بلمعه، لون جميل قوي 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 قوي. صراحه اللون عجبها وعجب، كان عندي ناس اللون عجبهم جدا. اشتغلنا تاني يا جماعه بدرجه 1000، سحبنا بيها اللون بس على نظافه، الشعر لازم يبقى نظيف. سحبنا اللون بدرجه 1000. الألف بتديني البني المحروق، يعني بتفتح لي الاسود شويه، بحيث ان انا لما اشتغل الدرجه ديت بقى بعد اللون الاولاني ما يبقاش الشعر اسود معايا، بيبقى على الاقل معايا فتح شويه. فطبعا بيديني الدرجه اللي انتوا شايفينها دي.
ما بيطولش بقى على الشعر. في ناس بقى بتسحب بودره اكسجين برضو على حسب ما هم شغالين. في بودره نظيفه ممكن برضو انا بشتغل نفسي، انا نفسي بشتغل بيها احيانا يعني. بسحب بيها الوانات برضو. شايفين الطراوه؟ بس بيبقى قدامي بقى حسب الحاله اللي قدامي. شايفين الجمال؟ انا كمان بصور بايدي يعني، ما بصور مش عارفه اصور عشان في ناس برضو اطفال في المكان وكده. شايفين الشعر جميل قوي، الشعر جميل جدا جدا. اتمنى ان هو يكون عاجبكم او يكون واضح زي ما انتم شايفينه معايا كده، او زي ما انا شايفاه يكون واضح. الشعر حلو قوي عاجبني ولونه حلو جدا جدا. طبعا هي كانت عايزه زي ما قلنا كده، كانت عايزه اللي هو الاشقر التلجي. قلت لها لا ما ينفعش، التلجي ما ينفعش على بشره خمريه اصلا. التلجي انا بحب اعمله على الناس الشقرة او الناس البيضة. شايفين الجمال؟ الشعرية من الجدر زي الاطراف يعني، ولا واخده لون ولا ملطشه ولا فيها اي مشكله. دي كانت نهايه الفيديو. اشوفكم في فيديو جديد واشوفكم على خير ان شاء الله. ما تنسوش بقى لايك وشير، واشوفكم على خير ان شاء الله.